بعد ما خلصنا حلاقة اصلا. وطبعا كان في تهديد من الاول ان هو يروح محل تاني ومش عارف ايه، وبدل ما يحط الفلوس على رماها في الارض، رمى الفلوس في الارض، شتم ومشي. رديت عليه وشتم ورجع شتم تاني طبعا وتف. ما يديله حاله. بعد ساعات من أزمة الفنان محمد فؤاد والطبيب، خناقة بين الفنان حميد الشاعري وحلاق بالتجمع. وكان ظهر الفنان حميد الشاعري في مقطع فيديو متداول بكثرة، وظهر الفنان في الفيديو وهو يتشاجر مع حلاق في صالون حلاقة بالتجمع الخامس. في البداية كان حميد الشاعري جالس على كرسي الحلاقة وبيطلب من الحلاق قصة شعر معينة، ثم حدثت مشادة كلامية ما بينهم، وتطور الأمر بين حميد الشاعري والحلاق، ونهض الفنان من على كرسيه وخلع فوطة الحلاقة منفعلا. من بعدها رمى الفلوس على الأرض وترك الصالون غاضبا. وقال الحلاق من خلال الفيديو: دخل وخرج بصق عليا وشتمني وطلع تاني. ولم يخرج الفنان حميد الشاعري حتى الآن ليعلق على واقعة شجاره مع حلاق التجمع، بل اكتفى بصمت التام رغم انتشار الفيديو بشكل مبالغ فيه على مواقع السوشيال ميديا. وجاءت تلك الواقعة بعد واقعة الفنان محمد فؤاد مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، وكان قام فؤاد بالاعتداء على الطبيب وضربه بعد ما طلب الأخير الأمن ليه لإخراجه من المستشفى. وكان انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. رديت عليه وشتم ورجع شتم تاني طبعا وتف. ما يديله حاله.